اهلا اهلا معاكم مها من قناه مهز دايري. إيه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله كله بخير وصحه كويسه. فيديو النهارده هوريكم في اخر مشترياتي من ديور هول. حرفيا عندنا حاجات كتيره قوي من ديور، فخليكم معايا. اوكي، قبل ما نبدا يا حلوين، لو متحمسين للفيديو دوت ما تنسوش تدعمونا باللايك وشيروا الفيديو مع اصحابكم وسبسكرايب لو اول مره تشوفوني، وكمان ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديو من فيديوهاتي. يلا بينا نبدا. اوكي، في حاجات جديده، في حاجات قديمه كالعاده مش قادره ان انا اصور، او ما كانش عندي وقت ان انا اصورها برضه. عشان تكونوا عارفين، في حاجات جبتها من ديور الامارات، في حاجات جبتها من ديور قطر. طيب خلينا نبدا بالحاجات اللي جبتها من ديور اللي في قطر. كانت جايه في الكيس ده كده. حطيت لي الحاجه في البوكس بتاع الديوروفيرا الجديد دوت. اوكي، فشايفين جمال الباكجينج. البوكس ده الجديد بنات، حتى شويه مختلف، التكستشر بتاعته مختلفه عن البوكسات التانية. ايه عايز ايه؟ زي ما قلت لكم البوكس كان جاي بالشكل ده كده. اوكي، وجوه الله الريحه. طبعا لانه البوكسات دي تبعت البرافي كولكشن، فلازم يبقى معاها الباوتش بتاعت البارفان. اوكي، فده هو شكله، وجوه مش بارفان. اوكي، بس هوريكم بعد شويه ليه. وجوه اخدت حاجتين من البرايفت كولكشن دول. فاول حاجه اخدتها الصابونه اللي هي لاكي ديت. شميت طبعا الريحه بتاعتها. سالت البنت اذا ينفع استخدمها للوش، قالت لي لا ما ينفعش، دي بس للجسم، بس مكتوب عليها في حاله ملامسه العين يجب غسلهما على الفور بالماء. فمش عارفه هو ينفع ولا ما ينفعش. او ماي جاد، ريحتها طلعت اول ما فتحتها. شوفوا، وده هو شكلها بار سوب. ريحتها صابون قوي، بس في نفس الوقت ريحه البرفان اللي هو لاكي. شكلها بنات ريحتها حلوة قوي. تاني حاجة اخدتها اللي هي ليكويد هاند اند بودي سوب، اللي هو نوير اسمه اعتقد دوت. نوريكم شكله، ريحته طلعت على طول. ده هو بنات، شوفوا تقيل طبعا. هو مكتوب عليه ان هو هاند اند بودي سوب. انا جربت اللي هو تبع جريديور كشاور جل، وعذبني شويه، يعني محسيتوش ان هو بيرغي كفايه ان انا استخدمه، بس اتس اوكي، ريحته كانت كويسه يعني. فبقيت استخدمه از هاند سوب، يعني غسول للايد اكتر من ان هو يكون شاور جل. اوكي، دي كانت الحاجات اللي اشتريتها من ديور في قطر، وادوني عليها هدايا للمشتريات which is غريبه. ديور قطر زي ما قلت لكم قبل كده، يعني الهدايا بالعافيه قاعدين بيدوني عليها. حطيت لي 2 ديلوكس سامبل من البارفان اللي هو ساكورا وديوروفيرا دول. خليني اوريكم شكلهم للي مش عارفهم دوت. اوكي، و ده ديوروفيرا، ده تحفه 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 تحفه، ريحته تجنن. وساكورا انا شميته قبل كده وعجبني، فعشان كده قلت لها تحط لي منه. والحاجه التانية اللي انا مش عارفه الصراحه ايه هي، بس كانت جايه كده. خلينا نفتحها مع بعض ونشوف جواها في ايه. دي بس كروت تبعت ميس ديور، بس مجموعة كاملة. اوكي، هي كده. اوكي، والحاجة التالتة كانت كده في البوكس دوت، وجواها الروجين دول. روج اللي هو 100 فيلفت و 999 فيلفت. خليني اقولها لكم برضو للي ما يعرفهمش دوت. والفيلفت بالذات تحفة، ده الايكونيك نود بتاعهم. والتريبل 9 اللي هو الاحمر برضو فيلفت. اوكي بنات، للاسف الشديد انا كنت بصور وفتحت الحاجه وكنت فاكره ان انا مشغله الكاميرا وطلعت ما بتسجلش. anyways انا اوريدي شلت الرابنج اللي كان موجود. كانت مربوطه دي بالخيوط اللي هي كده. فنفتح البوكس جوه كده، وطبعا جوه
باوتش او الكيس بتاع البارفان من برايفت كولكشن. والحاجة التانية اللي جبتها وهي العطر بتاع ديور فيرا الجديد من ديور دوت. انا اخدت ال 125 ملي، يعتبر حجم كبير بس ده الحجم الصغير اللي موجود عندهم، لانه زي ما قلت لكم قبل كده ان انا بزهق من البارفانات على طول، فبحب دايما اختار اصغر حجم موجود علشان ما ازهقش منه وارميه. فبحب ان انا خلاص اخد الحجم الصغير وافضل استخدمه لحد ما يخلص. المهم ده شكل البارفان، لون الازازه كده زي ما انتم شايفين ليموني او اصفر. اوكي ده الحجم ال 125 وده مغناطيس شوفوا. اوكي وانا لسه مشمتهوش فتعالوا نشمه مع بعض. ريحته حلوه قوي، ريحته كده ليمون على ورد، يعني تحسوه ورد وليمون وبرتقان والكلام ده، بس خطير بنات خطير. اوه ماي جاد ريحته حلوه قوي قوي، ريحته كده صباحيه فريش صيفيه اكتر حاجه كمان. حلوه قوي ده يكون الصبح، حلو جدا جدا لانه خفيف وفي نفس الوقت كده ريحته فريش قوي. يعني تحسوا ان انتوا دخلتوا حديقه ليمون، حديقه ليمون او مزرعه ليمون ممكن اقول كده، على ورد على برتقان والكلام ده كله. ده انا اخدته من الامارات لانه لما نزل ما كانش لسه نزل في قطر، وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده الامارات دايما الهدايا بتاعت ديور فيهم احسن بكتير من قطر بكتير. وده السبب اللي خلاني بطلت ان انا اشتري من ديور اللي موجود في قطر. فشوفوا كلمت سحر اللي موجوده في بوتيك ديور اللي موجود في المارينا مول في ابو ظبي، قلت لها بصي انا عايزه البرفان دوت بس انا عايزه الهديتين دول ضروري. المهم كان جاي معاه الهدية اللي تجنن ديت، المروحة شوفوا مكتوب عليها كريستين ديور، بنات خيالية شكلها حلو قوي. كل ده خشب وده قماش طبعا، ومكتوب عليها هنا حفر، مش عارفة هيبين، يلا فوكس. اوكي مكتوب عليها لكولكشن برافي. اوكي وده هو شكلها تاني، شكلها خطير صح، حلوة قوي بجد. دي اكتر حاجه بجد كنت متحمسه عليها، لان لقيت بنت كانت مصوره في الانستجرام، هي عايشه في الامارات برضو، قالت لي انه كان في كامبين محطوطه في بلومينج ديلز وكانوا عاملينها هديه على المشتريات. ففتحت بلومينج ديلز ما لقيتش حاجه، بس على الاغلب اللي بدبي يعني. فانبسطت قوي عليها بجد، شكلها حلو قوي حلو قوي لو تتعلق كده على الحيطه مثلا. عارفين الستايل دوت من الديكور انه مثلا يكون على الحيطه، بس على الاغلب لا انا مش هعمل كده، انا يعني بكونسيدر ماي سيلف از ا كولكتور، فدي حاجه حلوه قوي ان تكون موجوده. حلوه قوي قوي قوي، ما تحسوش اصلا ان هي حاجه ممكن تكون هديه، تحسوها ان هي حاجه ممكن تكون بتتباع فانتي تشتريها، فاهمين قصدي؟ في هدايا كده. والهديه التانية اللي برضو ما تحسيش ان هي حاجه ان انتي تشتريها، قصدي تكون هديه ان هي لا دي حاجه بتتباع في ديور، وهي الباوتش القش ديت اللي تجنن. شوفوا حجمها قد ايه، حجمها كبير يعني، بصوا مقارنه بايدي. اوكي دي السوسته بتاعتها بيضه مكتوب عليها ديور، وكل ده قش، ده خياطه مكتوب ديور، ومن جوه كده مشمع، فبحيث انه لو حاجه وقعت او مكياج او حاجه اتبهدلت ممكن ان هي تتمسح بسهوله. فبجد بجد بجد شكلها تحفه وانبسطت عليها قوي. كان في واحده تانية الصراحه كانت اصغر من دي بشويه، لو لقيتها هحط لكم صورتها هنا، ودي اللي كنت عايزاها، فقالت لي دي مش موجوده بس دي احلى وكبيره وكده وصورتها لي، قلت لها اوكي اي دونت مايند. اوكي بنات، واخر كيس معانا هنا ده كان برضو من الامارات، ده كان من ديور اللي في ياس مول. اول حاجه عايزه اقول لكم ان كان نازل منتجات جديده من ميس ديور، خليني اوريها لكم الاول. شكلهم كده اوكي،
فالحاجات دي اللي هي اول حاجه اللي هو البادي جل من ميس ديور. سوري بنات انا قريت غلط، ده اللي هو شيمرينج روز بادي جل، بيجي بالمنظر ده كده. خلينا نجربه مع بعض. ده حجمه بنات 75 ملي عشان نجرب. فكده شكله بيكون لونه وردي. خلينا نعمله. ريحة البرفان تبع ميس ديور قوي. المهم اللي بعده اللي هو شاور اويل اند فوم كمان من ميس ديور، وكمان 75 ملي، نفس الشكل بتاع الاولاني اهو. اوكي خليني اوريكم شكله ازاي. اوه نفس الشكل التاني، لونه وردي اهو، بس ده طبعا سائل كده اكتر. خليني بس امسحه. ده الشاور جل. انا اي كانت ويت اني استخدم المجموعه دي، بجد تحفه. اوكي والتالت اللي هو شاور ميلك برضو من ميس ديور. انا كل شويه اتاكد ان هي بتسجل لانه انا مغيره الكاميرا، والكاميرا دي جديده فلسه مش متعوده عليها قوي، فكل شويه تلاقوني ببص كده. اوكي التالت كمان نفس الشيء، وده شكله بنات. ده فيه كده سكراب، شوفوا. استنى خلينا نعمل فوكس. شايفين الحبيبات؟ شايفين الحبيبات؟ في حبيبات كده فكأنه زي سكراب. فواحد شاور جل، وواحد شيمرينج جل، والتالت ده اللي هو كده كأنه سكراب. واو ريحة ايدي تحفة. التلاتة بقى مع بعض فايه الريحة، اوه ماي جاد، والملمس. امال لو حطيت مية كمان، ريحة وملمس وشكل وكله. اوكي بنات الحاجة اللي بعد كده، واخدت بلاشر واحد بس من البلاشرات الجديدة تبعت ديور اسمه روزي جلو، اللي هو ده. نفتحه مع بعض. ودي الدرجة اللي اخدتها، اللي هي رقم 12 روز وود ديت، اللي هي دي بنات. شوفوا صراحة الخيارات كانت كتيرة قوي، وفعلا كنت مش عارفة اخد ايه بالظبط منهم، لان كلهم حلوين، كلهم يجننوا. انا بس عمالة احط منه عشان عايزة اوريكم الدرجة عاملة ازاي. فده هو شكل الدرجة. شايفين فاتح وردي، فاتح قوي. طبعا هو مبين هنا اغمق لانه ملمس الايد بيكون مختلف، بس شوفوا اعتقد هيبقى حلو قوي على الوش. انا بس اوريدي حاطه بلاشر، لو مش حاطه كنت جربته لكم، بس هو كلون بجد حلو قوي. اوكي بنات، واخر حاجه عايزه اوريها لكم وخدتها من ياسمول، اللي هو ليب بالم هاند ليبس اند بودي كريم دوت، اللي كسر الدنيا وبقى سولد اوت من كل مكان في كوكب الارض. اوكي ده شكله. ده عبارة عن كريم للشفايف والايد والجسم، ومستعدين للي ما شافوش يشوف شكله ازاي. ترى شايفين الجمال بنات؟ تحفة. شكل الباكجينج تحفة بجد، خيالي، مدور كده من برا. شايفين الاوبليك في كل مكان الرسمة، ومكتوب هنا كريستيان ديور، ودي حفر، ومن ورا مكتوب عليه اسمه اللي هو لابل، ومكتوب هاند ليبس اند بودي، وبيتفتح كده. اوكي ومن جوه من هنا بتطلع الكريم. عارفين ده عامل زي ايه؟ عامل زي الكريم التاني اللي هو من شانيل، اللي على شكل بيضاوي كده كأنه بيضة، كانوا بيسموه الايج كريم. بس التاني للاسف مش قريب عندي دلوقتي عشان اوريه لكم يعني.
انه اوريكم الفرق بينه، فخلينا نجربه. اوكي نزلت كده كمية حلوة منه. خليني بقى، واو التكستشر بتاعته تحفة بجد. ايه ده؟ لا ما عجبتنيش ريحته بنات، ريحته مش حلوة ابدا. ليه كده؟ انا كنت متحمسة عليه. ريحة بتاع شانيل الصراحة احلى، يعني هو كترطيب. لحظة شوية نجرب بس على كل الايد. كترطيب رائع رائع جدا على المدى البعيد طبعا، معرفش او طول اليوم، ولكن ملمسه على الايد حلو حلو قوي. ولكن كريحة، او يمكن لان هو للشفايف فمش حاطين فيه عطور عشان ما يسمرش المكان وكده، ممكن it could be the reason. بس كان يقدروا يغطوا على الريحة دي بأي حاجة، أي حاجة طبيعية يعني ما تأذيش الشفايف. بصراحة أنا مش حاسة إن أنا ممكن أستخدمه على شفايفي أساسا، بالذات بعد اللي شميته دوت. لكن هو كترطيب زي ما قلت لكم حلو جدا، ولكن ريحته ريحته سيئة موت. يعني ايدي مترطبة ومش مدهنة قوي، ولكن كريحة لا. المهم لانه الحاجات دي اشتريتها من بوتيك ديور اللي موجود في ياسمول، ادوني هدية باوتش على المشتريات. خلينا نفتحها مع بعض ونوريها لكم. انا عندي زي دي قبل كده خدت منها، اللي هي لونها وردي كده. شوفوا ده حجمها بالنسبة لإيدي. دي بتكون اسمها ديسكفري سيت. ليه اسمها ديسكفري سيت؟ لأن جوه في برودكتس. خلينا نشوف ايه البرودكتس اللي جوه. الأغلب أنا عارفاهم يعني، لأنه بيكونوا كلهم نفس الشيء زي ما توقعت. البرفان اللي هو بتاع بلومينج بوكيت بتاع ميس ديور، اوكي. والماسكارا صغيرة، والليب ماكسمايزر، وفونديشن. بس دي كل الحاجات اللي كنت جايباهم من ديور. حاجات كتيرة جبتها المرة ديت من ديور الصراحة. كل ده مش مرة واحدة زي ما قلت لكم، كانت على حاجات متفرقة ايام متفرقة. فما صدقت الفرصة جت ان انا اصور، وقلت خلاص بصورهم كلهم مرة واحدة، لان حرفيا مشغولة. حرفيا 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 ما عنديش وقت خالص ان انا اعمل اي حاجة. فيلا بنتهز الفرصة يوم الجمعة ان انا اصور واقعد امنتج عشان انزلكم الفيديوهات يوم السبت. والتصوير بياخد وقت كتير جدا، والمونتاج بياخد وقت اكتر واكتر يعني. ما علينا، مش موضوعنا. فكالعاده هسيب لكم اللينكات بتاعت الحاجات دي كلها في الديسكريبشن بوكس لو لسه موجوده، واعتقد اغلب الحاجات دي كلها جديده فلسه موجوده. وبس يا حلوين، ده كان فيديو النهارده. اتمنى يكون عجبكم واستمتعتوا معايا. فلو عجبكم ما تنسوش تدعمونا باللايك وشير الفيديو مع اصحابكم وسبسكرايب لو اول مره تشوفوني. باي باي.